واخيرا انت حاليا تخرجت وعندك شهاده وفرحان بيها وكل الناس فرحانه وامك فرحانه وابوك فرحان والحياه كلها فرحانه. فانت حاليا تخرجت وعندك شهاده بمعدل عالي وكل الناس بنسبه 99% جاي تشوفك انسان ناجح. بس حاليا انت تريد تروح تنتظر تعيين الحكومي، تنتظر فد شهر شهرين ثلاثه، كل شيء ماكو، اي تعيين حكومي ماكو. فانت شو تسوي؟ تروح للقطاع الخاص او خلينا نسميه الشركات الاهليه. فانت تروح للقطاع الخاص وتقول لهم مميزاتك انه انت عندك هيك وهيك وخريج هيك وعندك هالقد معدل وما ادري شنو. يجي المدير يقول لك بس كلمه واحده اللي هي يقول لك عندك خبره، فانت تظل صافن وتقول له لا، فهنا ما راح تنقبل. فانت هنا شلون راح تحل هاي المشكله؟ اوكي، اول شيء خلينا ناخذ من ناحيه التعيين الحكومي اللي هو حرفيا ما تتعين الا اذا عندك واسطه، او اكو ناس راح يقولوا لي شو اسمه التعيين المركزي، وانا جاي احكي على التعيين الحكومي بكل الاقسام، ما بي بعد تعيين الا اذا انت عندك واسطه. فاذا تقول لي التعيين المركزي اللي حقول لك بنهايه الفيديو انا حضرت نظريه راح تلقاها موجوده، انا مقسم لك الفيديو راح تلقى اكو نظريه انا حكيتها، انت راح تعرف منك شلون انه فد شيء اسمه تعيين حكومي بعد راح يختفي كليا. فلنروح على القطاع الخاص راح يقول لك على الخبره. الخبره هاي منين تجيبها؟ الخبره هاي تقدر تاخذها مثلا اذا نعطي مثال انت خريج هندسه كهرباء، هاي الخبره منين تجيبها؟ عندك هواي اشياء تقدر تجيب من يمها الخبره، اللي هي خلينا ناخذ احنا بس شغلتين، اللي هي انه انت تكون مشتغل سابقا بهذا الشيء اللي هو انت متخرج به، مثل هندسه الكهرباء تكون انت مشتغل مثلا بمولده او مشتغل بمكان معين. فهذا المكان اللي انت راح تشتغل به راح تحصل من يمه خبرات بسبب انه انت اصلا يعني مشتغل بهذا الشيء من قبل. وعندك هم من الشغله الثانيه اللي هي الكورسات او الدورات، او انت تسميها سميها، انا احسميها كورسات، اللي هو شلون انت تدرس دراسه بعد فوق الدراسه اللي انت دارسها وتحصل شهاده فوق الشهاده اللي انت محصلها بهذا المجال. طبعا موجود لكل المجالات كورسات، مهما كان مثلا محاسب، الهندسه اللي قلنا عليها، هندسه ميكانيك، كهرباء، معماريه، اي هندسه او اي شيء انت تريده موجود له كورسات. هاي الكورسات منين تجيبها؟ اكو اكثر من طريقه، اكو بالنت تقدر تلقى هواي كورسات عن هذا الشيء، او تقدر مثلا شو اسمه اذا انت بكليه معينه يمكن تلقى اعلانات او اي شيء تلقى بها كورسات. طبعا هاي الكورسات شو اسمه الحلو بها انه ما تاخذ من يمك وقت وجهد مثل الخبره اللي انت لازم تاخذها بالشغله الاولى اللي قلنا عليها، ما تاخذ من يمك وقت الكورسات، بس مشكلتها تحتاج فلوس من يمك. فمن تحصل على هذن الشهادات وهذن الكورسات اللي انت متعلمها، طبعا لازم انت شكو شغله تشتغلها. مثلا يقول انت محاسب تريد تروح محاسبه، وطبعا نسيت اقول شغله انه هذا الحكي اللي انا احكيه يكون على الناس اللي هم قبل فتره السادس اعدادي وما بعد هاي الفتره. يعني اذا انت بالسادس فهذا الحكي كله ما راح يفيدك، انت بس اقرا بهاي الفتره، بس تقرا. جاي احكي على الناس اللي هم قبل السادس اعدادي وبعد السادس، اللي هم قبل الكليه او بالكليه او بعد الكليه، فانت بهاي الفتره جاي اتكلم عليك. اذا انت بعدك بالسادس فهذا الحكي ما راح يفيدك، او هذا الفيديو كله اصلا ما راح يفيدك، شوفه بعد ما تخلص السادس. فخلنا نرجع على موضوعنا. فانت اي شغل انت تشتغله، اي شغل مهما كان، مثلا انت محاسب اشتغلت مثلا باسواق او باي او سوبر ماركت او محل مال عطور او اي محل او بمول او باي مكان اشتغلت بيه، حاول تاخذ ورقه تثبت انه انت مشتغل هناك. اي ورقه كانت تاخذها، عمود تثبت انه انت جيت مشتغل هناك. وهذا الشيء طبعا راح يزيد من نسبه انك تتعين، او من ناحيه شو اسمه تزيد من راتبك الحالي. اذا كان بدون هذول الاشياء يمكن راتبك يكون اقل، يمكن يزيد اذا انت عندك الخبره او الكورسات اللي انت متعلمها او الشهاده الثانويه. وطبعا هسه راح احكي اللي هو نصيحه من يمي، اللي هي انت لازم تحط خطه احتياطيه لاي شيء. لا تخلي حياتك كلها حياتك تكون لازم على تعيين حكومي، لا تخليها على التعيين الحكومي، املك كله لا تخليه على تعيين حكومي او اهلي او اي تعيين. حط اكثر من خطه، اكثر من فد شيء تريد تحصل من يمه فلوس. مثلا نفس ما قلنا انت كنت بهندسه الكهرباء مثلا، جربت كل شيء من ناحيتها وما ضبطت، ما تعينت لا حكومي ولا اهلي ولا اي شيء، هنا راح تضطر تدخل مجال ثاني. اذا واكثريه الناس حتروح عماله او اي شغل تافه، فتقدر انت تروح الشغله ثانيه، مثلا تتعلم الجرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين اللي هو تصميم الصور والشعارات وذن الاشياء. فمثل هيك اشياء تقدر تتعلمها بسهوله، مثلا ب6 اشهر تقدر، حتى مهما كان عمرك، يمكن قبل السادس نفس ما قلنا او بعد السادس، مو الا ورا ما تتلقى الصدمه نفسها من بعد ما تتخرج. وهسه راح اقول لك على النظريه اللي قلت لك انه حقولها ببدايه الفيديو. النظريه هاي حكيتها انا وصاحبي اللي هي على التعيين المركزي، حكيتها انا وصاحبي قبل فتره كلش طويله، يمكن 3 اشهر، وكان حرفيا الموضوع جدا طويل. فشو اسمه احاول اختصر لك اياه. بالوقت الحالي جاي الاحظ انه الناس جاي تصير شاطره بشكل مبالغ به او بشكل غريب. يعني مثلا الاعفاء العام او الدرجات العاليه او المعدلات العاليه جاي يصير جدا هواي، مو مثل قبل هذاك المرض ايام 2019 وقبلها، كانوا صعب جدا تصير تجيب هالقد معدلات والاعفاءات. ويعني نسبه الناس اللي صاروا شطار صارت اكثر بهواي عن قبل. انا ظليت احاول افكر بهذا الشيء ليش صار، فطلعت هاي النظريه اللي هو اول شيء مدرسين اليوتيوب. قبل ما كان اكو فد شيء اسمه مدرسين يوتيوب، اذا نرجع، او يعني كان اكو، مو ما كان اكو بس قليلين، مو مثل حاليا. حاليا لو تروح على اليوتيوب تكتب مثلا رياضيات السادس علمي، تلقى مليار شخص مسوي فيديو على هذا الموضوع، او مليار مدرس عنده قناه ينشر بيها، او مليار
شرح ومليار طريقه. اما قبل ما كان اكو هذا الشيء. اذا نرجع ل 2017 18 صعب تلقى. نقول نعطيهم مثلا مثال انه الحذوفات وما ادري شنو. اذا نحكي مثلا على هاي السنه او السنوات الجايه اختفت الحذوفات، يعني صار حاله حال قبل. فقبل ما كان اكو حذوفات وحاليا ماكو حذوفات، بس حاليا درجات اعلى بهواي من قبل، بهواي يعني نسبه كلش كبيره، يمكن تعبر ال 150%. يعني من ناحيه الناس اللي تجيب اعفاء عامه والمعدلات بسبب السهوله صار الموضوع سهل، بحيث اي شيء تريده. قبل مدرسين يوتيوب كانوا نادرين، فلازم تضطر تكتب وتسوي وما ادري شنو على مثلا الرياضيات او اي ماده ثانيه صعبه. والشغله الثانيه اللي هي انتشار المعاهد. طبعا اكيد قبل كان اكو معاهد مو ماكو، بس حاليا المعاهد صار يتسوق لها بشكل اكبر بسبب السوشيال ميديا والانستغرام والبرامج يعني اللي تعرفوها. صار الترويج اسهل بهواي، فصار اكو طن معاهد هسه بالوقت الحالي، بحيث هواي معاهد، وكل واحد يشرح بطريقه احسن من الاخر، كل واحد يسوق الروحه اكثر، وكل واحد يعطي مثلا دورات الكترونيه، او هو موضوع الدراسه الالكترونيه كله من بدا الموضوع يصير اسهل للطالب، فصارت تيجي درجات جدا عاليه. فنفس ما قلنا هاي الدرجات العاليه مثلا بالسادس، اذا نروح هسه على الطب العام، الطب العام ايش قد يحتاج؟ اقل شيء معدل 100، وكل هسه جاي تجيب معدل 101 102 103 درجات خزعبليه ما تدري من وين جاي تجي. فنفس ما قلنا قبل كان المعدل اقل من حاليا، يعني روح قبل ايش كم سنه كان المعدل اقل من 100، يمكن كان 98، ما ادري ايش قد بالضبط، بس يمكن اقل بهواي من حاليا. ليش زودوا؟ بسبب الناس اللي جاي تيجي يعني معدلاتها كلش عاليه. نفس ما قلنا الناس جاي يصيرون شطار بشكل جدا قوي، فمن يجيك واحد معدله 100 و102 و103 104 راح يجوك بكميه جدا كبيره. الناس كلها تريد الطب. ليش؟ يمكن 99.999% من يومهم جايين عمود شغلتي، يعني عمود الفلوس وعلى عمود السمعه انه انا دكتور وانا شغله مثل السوالف. يعني ما حد جاي، يمكن 0.01% جايين للطب على مود بس هم يحبون الطب اصلا، يعني هم يحبون من يمهم، فقليلين جايين طب عمود هاي الشغله. فيعني لو نجي من ناحيه الطب فش اسمه يجون اكثر من يمكن 100 1000 2000 شخص يجون للكليه وحده. هاي الكليه يجيها 2000 شخص، كل واحد معدله 100 102 103، فش يضطرون ياخذون اعلى الناس، والاقل ما ينقبلون. المهم انت انقبلت، نقول انت معدلك ما ادري ايش قد وانقبلت، فمن انقبلت هم انت راح تتخرج بمعدلات يعني هيك الماكس اقصى شيء، وياك يمكن 100 200. فالحكومه حتحير وين توديكم. المستشفيات مال الحكومه بعد انترست ترس، فوين توديكم؟ هنا شو اسمه اضطر تجيبكم من اي مكان، تشمركم باي مكان. الحكومه جاي تشوف انه كل سنه الطلاب جاي يزيدون بكميات كبيره والناس اللي جاي يتخرجون هواي، فهنا الحكومه ايش راح تسوي؟ راح تضطر انها توقف التعيين المركزي. ومن صدق هذا الحكي اللي انا حكيته كله ترى حقيقه، ومن صدق صار، بحيث اول ما طلعت او اول ما خلصت كلام ويا صاحبي طبيت على الانستغرام لقيت هذا الفيديو. رسميا بعد توقف تعيين المجموعة الطبية، يعني شنو راح يصير حاليا؟ يعني بعد حتى الطبيب ما راح يلقى تعيين تقريبا، او راح يكون تعيين على حسب الخارج اللي هي 25%، لان لحد الوقت الفات كان تعيينهم نسبة 100% خصوصي جماعة الطب العام. فمثل ما شفت بهذاك الفيديو انه حرفيا هاي بعد توقف الموضوع النسبة صارت 25%، يمكن تتعين او يمكن لا. فمثل ما جاي يشوف هذا الحكي كله انا حكيته صحيح. فيعني حرفيا انا ما جاي احطمك بالطب او باي شيء ثاني، بس جاي اقول لك انه لا تخلي املك على تعيين الحكومة حتى لو كان مركزي، حتى لو انت دكتور، لا تخلي املك على هذا الشيء. لازم تحط لك خطط احتياطية او اي شيء احتياطي بدل ما تخلي املك كله على هذا الشيء. وهو مو غلط من الدولة، لان نفس ما قلنا الطلاب جاي يجون هواي كميات عملاقه 1000 2000 طالب، كل واحد معدله اعلى من الاخ، فيعني الحكومه تحير وين توديكم. فهو هذا الموضوع اللي عندي.